ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نجهز السحور كده مع بعض. سحور في السريع كده، وخدي افكار. هنعمل كده 4 اصناف. خدي من فكرة او 2 كده على حسب. بصي لما تيجي تشتري كده البتنجان، نقيها الخفيفة. بصي ما فيهاش بذر خالص، انا وريتك كده من النص ما فيهاش بذر نهائي عشان تنقيها خفيفة. هبتدي ان انا اقطعها كده، عايزاها تبقى ايه، قطع صغيرة يعني ما تبقاش الترانشات بتاعتها دي طويلة. لا يعني هقطعها زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، اكيد هتفهموا يعني. بالقشر عادي. هقطعها كلها واجيب حلة احط فيها كده مية سخنة. احط فيها معلقتين ملح، يعني مش هنكتر الملح لان احنا بنتسحر يعني، فايه مش عايزين حاجة تعطشنا تاني يوم. ايه، هدوب الملح في المية كده وانزل عليه بالبتنجان وارفعه على النار. وهغطي الحلة عشان البتنجان اللي على الوش ده يستوي من البخار. هجيب فلفلاية بقى كده واقطعها. انا هجهز كل الخضار وكل الحاجة بحيث ان انا ايه اجهز، يعني احط كله على بعض في الاخر، ما اقعدش اقطع مثلا حاجة واعمل صنف. لا، انا هقطع كل الخضار اللي هحتاجه في الاطباق بتاعتي، وبعد كده اجهز بقى ايه الاطباق كده عشان ايه يعني اخلص على طول. انتي برضو لما تيجي تقفي في المطبخ اعملي بنفس الخطوات اللي انا بقولك عليها، هتخلصي في اسرع وقت. جبت خيارايه كده هبشرها. انا هبشر ايه 3/4 كده يعني، وهسيب الربع. او لو خيارتين صغيرين خدي 1.5 بشريها، والنص الواحدة التاني بقي قطعيها. هقطعها ايه مكعبات صغيرة كده. إيه، هحط الخيار المبشور ده في طبق لوحده، لان انا مش هحط عليه حاجة تاني يعني من الخضار. والخيار المكعبات هحطه مع طبق الفلفل، لان دول هعمل بيهم صنف واحد. لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد، واعملي لايك للفيديو. هجيب الفلفل كده على جنب واحط عليه الخيار. انا مجهزة يعني من كام يوم كده كنت بعمل طبيخ، فكنت عاملة بصل على طماطم مضروبين في الكبة الاتنين مع بعض، فانا مش هقطع. لو انتي هتقطعي بقى ما عندكيش يعني جاهز، لا اعملي ابشري طماطمايه كده وبصلايه صغيرة. هاخد الخيار المبشور ده احط عليه جبنة، اي نوع جبنة عندك، بس الجبنة الدومتي او الفيتا دي مع الخيار وخصوصا المبشور بيبقى طعمها حلو جدا. إيه، وفي نفس الوقت الملح بتاعها خفيف كده، فانتي ما تقلقيش ان الجبنة تعطشك او تخليكي تشربي مية كتير وكده يعني. البتنجان بتاعي اتسلق خلاص، فانا هبتدي اجهز له بقى التتبيله بتاعته. بصوا كوبايه ميه يعني اللي حاجه بسيطه، يعني انا وريتها لكم كده اللي هو ايه، كملوها خل، يعني حوالي 4 معالق كبار خل كده تكملوا بس الكوبايه. تمام، عارفين لما بنعمل شاي وبتكون ناقصه كده شويه الكوبايه، هي بتبقى كده. وملوها بقى على اخرها خل. وهحط معلقتين ملح، وبعدين حطيت معلقه تاني من اللي هي المعالق التوابل الصغيره البلاستيك دي. لكن لو هتستخدمي معلقة صغيرة ألمونيا أو ستانلس تحطي معلقة ونص ملح تبقى مليانة، ما تكتريش عشان احنا بنعمله على السحور، مش عايزين حاجة تعطشنا. أو استغني عن الصنف ده خالص، بس أنا عن نفسي بحب البتنجان قوي جنب الفول. وحطيت معلقتين كده من هريسة، هو فلفل عادي، أنا طحنته في الفلفل أحمر، طحنته في الكبة وحطيته في برطمان نضيف ودلقت عليه كده شوية زيت بحيث ان هو يحفظه، وحطاه في التلاجة بقالي حوالي شهر ونص او شهرين ما جرالوش اي حاجة. خدت معلقتين كده منه، هو مش حامي قوي، فانا حطيت على طرف المعلقة كده شوية شطة، لان هو مش الفلفل الشطة، لا هو كان فلفل احمر عادي اللي هو زي البابريكا والحاجات دي. وحطيت عليه حوالي كده يعني فصين 3 توم، لو انتي مفرزة توم يبقى ايه على قد عقلة كده من صباعك ايه توم. وعصرت عليهم ليمونتين كبار كده، البتنجان مع الليمون بيخليه طعمه حلو جدا. انا عايزاكي تجربي الطريقة دي هتعجبك جدا. هطلع كده البتنجان من المية عادي مباشر واحطه على طول في الخليط اللي انا عاملاه واسيبه، يعني انا حطيت ملح في مية السليق بحيث ان ايه يعني يسرع معايا الطعم ويتشرب من التتبيلة اكتر، يعني ان انا اكله على السحور. ما اضطرش ان انا اسيبه لتاني يوم بحيث ان هو ايه يعني يبقى طعمه حلو كده. في ناس بتاخد من المية، يعني كوباية المية اللي انا حطيتها في الاول دي، لا بيستبدلوها بالمية بتاعت سليق البتنجان، بس انا بصراحة ما بحبش ان انا اعمل كده، بحس ان هي لونها غامق كده ومش حلوة. فبحب ان انا ايه استخدم كده المية تكون نظيفة. جبت 3 بيضات كده مسلوقين. انا سلقتهم بره الفيديو، يعني اكيد كلنا بنعرف نسلق بيض. وههرسها كده بالشوكة.
اخليها على جنب، هعملها اخر صنف عشان البيض يعني درجة حرارته بتهدى كده اول حاجة، فانا عايزاه يكون سخن. شطفت الحله كده تحت الحنفيه اللي انا عملت فيها البتنجان، بحيث ان انا ما بهدلش مواعين كتير، واستخدمت نفس الحله هعمل فيها الفول. حطيت الخيار والفلفل على معلقتين كبار او 3 من الزيت. انا هعمل كميه فول كبيره بحيث ان انا احطه في التلاجة وتاني يوم اطلعه اسخنه، يعني ما اقفش كل يوم اعمل فول. وفي نفس الوقت انا الطريقه دي بحبها جدا، فبحب اكله يومين 3 كده يعني على قد ما اقدر. شوحت الخيار مع الفلفل كده مع بعض في الزيت، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين 3 من خليط الطماطم بالبصل اللي انا كنت ضرباهم في الكبة. لو مش عندك يعني انت لو مش عندك جاهز ابقي ابشريهم او اضربيهم في الكبة مع بعض الاتنين، يعني هيتفرموا كويس. وسبتهم شوية كده حوالي 3 دقايق على النار. غطيت الحلة بحيث ان هما يشربوا كلهم من مية بعض كده، والمية تنشف شوية، وبعد كده بس ما تنشفش خالص يعني. بعدين نزلت عليهم بملح وكمون بس. قلبتهم تقليبه ونزلت عليهم بالفول. انا كنت مطلعاه من الفريزر، حطيته في الحله على طول، وهوطي واغطي عليه كده واسيبه يسيح مع بعضه. يعني انا نسيت اطلعه، فعادي هشتغل على طول مش هستناه يفك ولا حاجه. جبت معلقه سمنه كبيره بقى، حطيتها في الطاسه ونزلت عليها بالبيض المسلوق اللي انا هرساه ده. الطبق ده بيبقى حلو جدا. وبقيت ان انا اشوح البيض كده، وحطيت عليه ملح وفلفل اسود، وكترت الفلفل الاسود شويه عشان يكون سبايسي كده. شوحته حوالي دقيقتين كده على النار. هو بيكون خليط كده ما بين المسلوق والمقلي، بيبقى طعمه حلو جدا. بس انا كده خلصت. حطيت بقى على الفول شويه طحينه، خففتهم بميه كده، رشيتها على الوش، وحطيت شويه زيت. وبكده انا اكون خلصت السحور. عملت كده 4 اصناف حلوين جدا، جربوهم. امشي بس على الخطوات مظبوطه تعملي الاكل في اسرع وقت. وبكده اكون انا خلصت سحور النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.